ان شاء الله احنا النهارده زي ما شاركنا معاكم المنشور بتاع فارتس النهارده على القناة بتاعتنا. لقينا ان الادراج بتاع عملة فارتس ان شاء الله هيكون يوم 27 ديسمبر. فكان في بعض الاصدقاء طلبوا مني ان هم عايزين شرح لطريقة العمل على البوت. زي ما انتم شايفين البوت قدامكم. احنا في شوية حاجات كتير كده في الواجهة الأولانية، زي أول ما يفتح هيكون دي الواجهة اللي قدامكم. احنا ما يهمناش منها غير اللي هي الجزء بتاع ستورج مايننج. الحاجات دي كلها فيزرز للمحفظة وللنقل بتاع العملات والحاجات دي احنا مش محتاجينها دلوقتي في أي حاجة. فاحنا هندوس على ستورج مايننج، هتلاقيه راجع مدخلنا على التاون دي. وعندك تحت في 4 حاجات: الميشنز والابجريد والفريندز والكانتريز. تمام. طيب، ايه بقى اللي احنا هنعمله هنا؟ احنا عندنا اهم حاجة نبدأ بيها الجزء بتاع الميشنز. انت اول ما تخش هتلاقي في عندك مهمات كتير. المهمات الكتير دي زي ما انتم شايفين هتقدر تجمع منها عدد كويس من العملات، هنقدر نستخدمها بعد كده في الابجريد. تمام. بعد ما هنخلص الميشنز اللي موجودة هنروح جايين داخلين. في عندك كمان في الميشنز هنا في جزء ديلي، اللي هو زي ما انتم شايفين كده بيديك نسبة زيادة على التعدين بتاعك. بس للأسف هو مش بيعمل ستاك كل 12 يوم ويفضل ثابت بقى على 100%. لا، هو بيخلص ويبدأ يقدم من الأول. اوكي يعني. هنرجع بقى تاني هنا نخلص بعد ما نكون خلصنا التاسكات. هندخل في الجزء التاني اللي هو موجود عندنا هنا، اللي هو الابجريد. هنخش على الابجريد، هتلاقي في عندك ابجريد زي اللي موجودة بالظبط في البوت بتاع ال سيد. تمام. عندك 3 حاجات: الباور بلانت والسيد ديبوزيت والميجا بايلز. الميجا بايلز دي شوية ميشنز بيديك معامل في نسبة في درجة التعدين بتاعتك. الباور بلانت زي ما انتم شايفين ده اللي هو بيديك سرعة تعدين معينة. السيف ديبوزيت ده اللي هو الاستورج بتاعك اللي انت بتجمع كل كام ساعة. احنا بنحاول ان احنا نخليهم في اعلى درجة، يعني نخليهم ماكس. زي ما انتم شايفين كده انا تقريبا مقفلهم. مفيش، خلاص الابجريدز كلها عندي مخلصانة. مفيش. في عندك حاجة تاني حاجة بقى معانا الكاردز. دي عبارة عن كروت بتديك نسبة تعدين زيادة. انت بتعمل كولكت من البوت هنا مرتين. مرة أول ما تعمل لوجن على البوت بيروح جاي مطلع لك واجهة كده بتعمل منها كولكت. والواجهة التانية اللي انت بتخش تجمع منها من جوه هوريها لكم دلوقتي. طبعا انت بتحاول ان انت تعمل ابجريد للكروت دي على قد ما تقدر، بس ما تصرفش فيها كتير لان درجة التعدين اللي بيديها لك كتير، يعني مش كبيرة على قد الاسعار بتاعة الفارتس اللي انت هتبقى محتاج تصرفها عشان تعلي الكروت دي. فيعني مش مهمة قوي، مش محتاجة ان انت تعليها كتير يعني. نرجع بقى تاني بره. هنا الاستورج ده هو ده اللي بيتملى. زي ما انتم شايفين انا عندي بيملى كل 24 ساعة. بدوس كولكت. في عندك هنا لو دوست على السهم الشمال هيروح جاي مدخلك على الكومبو. ده الكومبو اليومي اللي انا بنزله كل يوم على القناة. انت بتختار الكومبو وبيديك ايه عدد عملات على حسب برضو الدرجة اللي انت بتجمعها. يعني كل ما انت تكون عامل ابجريد اكتر كل ما يكون عدد العملات اللي انت بتجمعها من الكومبو اكتر. تمام. دي الانكم تاون. بص اهو ده اللي هو بتاع الكود بقى. لما تخش يمين تاني من النص بيروح جاي مدخلك على ايه الانكم تاون. هو ده اللي هو التعدين التاني اللي انت بتلمه بقى من بره اول ما بتخش. اه بص ده انت مش بتعمل فيه حاجة. بس وهي برضو في مشكلة في البوت هنا ان هو مش بيحسب الانفايتس بتاعت الفريندز اصلا. يعني هو المفروض بيديك 16% على كل صديق انت تدعوه كاش باك، يعني من التعدين اللي هو بيعمله. بس هو مش بيحسب الفريندز، فبالتالي ما حدش يقول لي بقى البوت ده هيبقى محتاج احالات. هو اصلا مش شغال احالات خالص. بس وكده ده كل الشرح اللي متاح للبوت هنا. وان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا بالشرح، واكون مبسوط معاكم وتكونوا مبسوطين معايا ان شاء الله، واشوفكم بخير.
متنسوش تعملوا لايك للقناة وسبسكرايب، وياريت تكونوا معانا في التليجرام، لان اي حاجة بتنزل على التليجرام بتكون قبل ما بكتير ما نعملها في اي فيديو. مع السلامة يا اصدقائي.